ما غاديش ندخل التفاصيل، ولكن لا بد أن من خلال مجموعة من ما يسمى بالتظاهرات الثقافية اللي كيتم تنظيمها بهذا المقر بالضبط حول التعايش والتسامح بين الأديان، ما هي إلا أكذوبة يسهر عليها أناس في مستويات عالية في أجهزة المخزن. وكنعاود نقول وكنتحمل مسؤوليتي كاملة بأنني مستعد إذا لم تتخذ السلطات المغربية، وحنا الآن في وضعية معلقة، هذه 15 يوم باش تتم الدعوة، هاد الناس ما خبروناش بالمسار ديال القضية، ولم يتم استدعاء الأخت سميرة كناني. أنا مستعد باش نرد البطاقة الوطنية ديالي، وأتحمل كل مسؤولياتي في هذا، وأدعو السلطات المغربية إلى اتخاذ موقف حازم. وكما قال الرفيق سيمون أسينو، حنا ما كنطلبوش بأنه هذا الصهيوني يخوي البلاد، كنطلبوا كمغاربة بأن تتم محاكمة نعام شيمون نير. أكيد أنه تم سبق لمجموعة من الهيئات المغربية أن طالبت بمحاكمة عمر بيريز الصهيوني الآخر ابن واتزم الشيخ، عفوا الشيخ قريب الواتزم ماشي مشكل خريبنا. قلت ما غاديش ندخل لمجموعة من التفاصيل، ولكن لا بد نشير واحد الإشارة تاريخية، وأحيل كل من له رغبة في المزيد من الإيضاحات على كتاب زكية داود اللي فيه مجموعة من التوضيحات كيف أن الوكالة الصهيونية وبتواطؤ خسيس من أجهزة المخزن أنها باعت اليهود المغاربة للوكالة الصهيونية. وللتاريخ شخص مثل قديرة هو اللي كان كيدير لالي وروتور بين تل أبيب والرباط من أجل إتمام هذه الصفقة، مقابل تمويل جريدة كان يمتلكها قديرة اللي هي لفار، ومقابل عقد شراء حبوب من أمريكا. وتسلمت الدولة المغربية 5 ملايين دولار، وتسلمت عن كل يهودي مغربي يتم تهجيره إلى إسرائيل عنوة 50 دولار. والناس اللي كيقولوا لنا دابا بأنه الناس اللي كيجيو للصويرة في ليكولوج وفي المجموعة من المهرجانات المشبوهة راه ماشي هما هادو اللي مشاو من هنا. الناس اللي كانت عندهم إمكانيات، أقصد اليهود المغاربة اللي كانت عندهم إمكانيات مادية، ما هاجروش لإسرائيل، هاجروا لكندا، هاجروا لألمانيا، هاجروا للولايات المتحدة الأمريكية. الفقراء فقط مما يسمى بالسفرديين، يعني يهود الدول العربية، هم الذين تم تهجيرهم قسرا إلى الكيان الصهيوني. وأخص بالذكر هنا قصة الأطفال اليمنيين، بعدما تم تهجير مجموعة من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل تم سحب جميع الأطفال اليمنيين لتكوينهم قصد العمل في أجهزة سحل اللي هي القوات الإسرائيلية، واللي هي بنت العصابات الإجرامية، أخص بالذكر الهجنة اللي كانت وراء مجزرة